السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى انا جاية بفيديو جديد، فيديو لزوم الأزازة، والزوم بقى كل حاجة فيها فايدة وأوميجا 3 وكل الحاجات اللذيذة اللي ممكن تجربوها في الدنيا بجد. دي من أحلى وأفضل الأكلات اللي ممكن تاكلوها، لزوم الأزازة. تديكي أولا صحة حلوة جدا، تضيفلك أوميجا 3 أوميجا 6 أوميجا 9، يعني غنية جدا 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 بالفيتامينز وبعض المينرالز الموجودة، وحاجة طبعا بتتعمل بطريقة صحية جدا جدا، فما فيش بقى منها اي خطورة خالص. احنا معانا دلوقتي الكابوريا اللي بتتعمل على النار في الحلة. اول حاجه انا بجيب الكابوريا، بتاكد ان هي تكون مبطرخه، وبعرف ازاي ان هي مبطرخه، بشيلها كده في ايدي، ببدا الاقيها ان هي تقيله. وطبعا اللي انا جايباها النهارده دي نوتسي، ولكن الدكوره برضو بتبقى جميله جدا. النوتسي بس بتتميز ان هي بتبقى اطرافها لونها اورنج، انما الدكوره وطبعا المثلث الصغير اللي موجود فيها بيبقى عريض قوي، فدي كده تعرفوا ان هي نتايه، وان شاء الله تبقى مبطرخه. ولكن الدكوره بتبقى المثلث بتاعها رفيع جدا، وكل اطرافه بتبقى مايله للون الازرق. فالمهم احنا دلوقتي عندنا خلاص عرفنا ان الدكوره من النوتي. انا المثلث اللي بيبقى موجود فيه الكابوريا خالص خالص بشيله، بنضفه، بغسلها كويس جدا جدا، وببدا ان انا انقعها في ميه بخل بملح بليمون، واسيبها شويه مثلا زي ما وريتكم كده. وبعد كده ببدا ان انا استخدمها على طول. اولا الكابوريا انا مش بحب ابدا ابدا ان انا اجيب الكابوريا بالذات والاسماك ان هي تكون مش بحب ان انا اشيلها في الفريزر، او ابدا ان انا اجمدها وارجع تاني افكها وهكذا. لا، انا بحب اجيبها مثلا استخدمها على طول. تمام، ببدا ان انا انقع واتبل واستخدم على طول طالما جبت اي حاجه من حاجات البحريات، خصوصا الكابوريا، الجندوفلي، الحاجات دي. تمام، وبعض الاسماك كمان. انا هنا عندي مثلا 4 5 فصوص توم، عندي بصلايه، وعندي فلفل احمر او فلفل اخضر، اي فلفل يعني رومي عندك، وعندي كمان طماطميتين. كل ده هقطعه زي تقطيعه السلطه عادي جدا. وعندي حله، انا بحب طبعا الافضل ان انا استخدم الاستانلس او الالومنيوم في الكابوريا. ليه؟ لانها ممكن تجرح الطاسات او الحلل بتاعتك اللي هي الجرانيت او التيفال، فحفاظا عليها الاستانلس بتبقى احسن حاجه فيها بجد. انا هنا حطيت معلقه كبيره من الزبده عليها شويه من الزيت عشان ما تتحرقش، ونزلت بالثوم والبصل والفلفل والطماطم. فببدا هنا احطهم، انا انزل كل الخضار عندنا احطه في الزبده والسمنه، الزبده مثلا والزيت، وابدا ان انا اقلب كويس قوي قوي قوي. انا عايزاهم يتشوحوا ما ياخدوش لون، ولكن يتبلوا شويه. وبعد كده هبدا انزل بالكابوريا اللي احنا كنا نقعينها ومظبطينها. شايفين اللون الاورنج اللي موجود في الكابوريا من فوق تحت الغطا بتاعها ده؟ هو ده بطروخ، ما شاء الله اللي انا بوريه لكم ده بطروخ. فهي دي لما بتيجوا تاكلوها بتبقى كلها كلها بطارخ، وبتبقى لذيذه جدا جدا. ده غير طبعا هي بتكون شايله لحم كتير. فطبعا انتي بتعرفي ازاي ان الكابوريا دي ملحمه، او ان الكابوريا دي لا فاضيه؟ انتي لازم انتي اللي تنقي الكابوريا بايدك، ما تخليش ابدا ابدا اللي بيبيع السمك ليكي هو اللي يديكي الكابوريا بتاعتك او ينقيها لك. وهرجع لكم في النقطه دي تاني، بس نقول الاول التوابل اللي احنا حطيناها. انا هنا حطيت معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من المرقه الفوريه، وهحط كمان شويه صغيرين من الخل. تمام. في بقى نقطة تانية انا بحب قوي قوي اعملها، بس لما اخلص الكابوريا واطلعها بحب ان انا اجيب ليمونتين واعصرهم على الكابوريا من بره بعد السوا، بعد ما احطهم في الطبق، بيديها برضو مزازة وتست عالي جدا جدا جدا. تمام، دي كده اول حاجة احنا عملناها، حطينا التوابل. طيب طريقة التقليب في الكابوريا بيبقى عامل ازاي؟ انا الحتة دي بس يعني هعلق عليها كتير، بحيث ان هي مهمة جدا جدا. ما ينفعش ان احنا نقلب بسباتيولا او معلقة، او حتى بماسك. انت مش هتعرفي تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت وهكذا. فافضل حاجه طبعا ان انت تمسكي الحله وتفضلي ترجي فيها ترجي فيها. الحاجه دي بتخليكي فعلا تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وتخلي الخضار يندمج كويس قوي قوي في التقليب مع الكابوريا. تمام. وهتعرفي منين طبعا ان هي استوت؟ هتعرفي او ان هي يعني بدات ان هي تدخل في السوا. هتلاقي قدامك دلوقتي في كابوريا اورنج ماشي، وكابوريا لسه اللون الرمادي بتاعها العادي. الكابوريا الاورنج دي هي دي كده اللي خدت اللون بتاعها، يعني هي دي اللي بدات تدخل في السوا. وهي الكابوريا عامة مش بتاخد وقت كتير، يعني هي ممكن ربع ساعة تلت ساعة بالكتير بتكون مستوية، وممكن اقل من كده، ولكن انا بحب اديها وقتها برضو.
انا هنا جبت معلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم اللي انا فرماه في البيت يعني. وبعد ما الكابوريا بدات تاخد معايا لون كده حطيتها عليها، وبدات برضو اقلب بنفس التكنيك. لازم نقلب الكابوريا بتاعتها بنفس الطريقه. بتبدأي ان انتي ترجي الحله من فوق لتحت من فوق لتحت، بحيث ان هي تستوي معاكي كويس قوي. وطبعا انا لحد الان انا ما ضفتش ميه خالص نهائيا. الكابوريا كده كده بتبدأ تنزل الصوص بتاعها او تنزل السائل بتاعها يعني. فبيبدأ الكابوريا تديكي الصوص اللي انت عايزاه. لكن لو انت حابه ان هي الكابوريا تديكي شويه شوربه مثلا ان انت تشربيها، لانها بتبقى خطيره خطيره خطيره، خصوصا لو معموله بنفس الخضار اللي انا عاملاه ونفس النظام كده، تديكي شوربه عالميه بجد. انا لو ملاحظين كل شويه ببدا اقلب فيها وابدا اغطي، اقلب وغطي اقلب وغطي. ليه؟ عشان البخار يخلي كل الحاجات كل الكابوريا تاخد نفس السوا وتبقى ممتازه ممتازه يعني باذن الله. تمام. فافضل حاجه طبعا هو ده نظام التقليب. خلاص كده. انا كنت بقول لكم في الاول الكابوريا ازاي تعرفي ان الكابوريا دي حلوه معاكي. اولا لما بتيجي تشتري لازم انت اللي تشتري الكابوريا وتمسكيها بايدك، تحس ان هي فعلا فيها تقل مش فاضيه. انت هتعرفي تميزي ده بعدين لما تمسكي الكابوريا بايدك، هتعرفي الفاضيه من لا ما شاء الله المبطرخه او الملحمه يعني. تمام. انا هنا بس حطيت نص كوبايه ميه لان انا كنت عايزه ازود الشوربه بتاعتها، لان انا بحب اشربها جدا يعني. تمام. هنا خلاص كنت خلصت الكابوريا. هطفي عليها، انا بس بوريكم الشكل كده. سبتها بالظبط من اول ما حطيتها على النار وبدات تاخد التشويحه تلت ساعه. تمام. اول ما تاخد كلها اللون ده كده ونبدا ان احنا نغطي عليها ونسيبها شويه حوالي تلت ساعه. شايفين البقبقه بتحصل تحت ازاي مع ان احنا طفينا خلاص النار، بس هي كانت في مرحله الغليان. طبعا بوطي النار مش بعليها قوي علشان ما تتلسعش مني او تتحرق، وفي نفس الوقت ما تكونش نار عاليه يعني تكون نار متوسطه. فلما بتمسكي الكابوريا في ايدك وتلاقيها فعلا محمله، تعرفي ان هي كده انت هتاكلي منها احلى لحمه. تمام. كده خلاص حبايب قلبي نكون خلصنا الكابوريا معانا بألذ طريقة ممكن تجربيها، احسن من المشوية بكتير جدا واحسن من اي طريقة تانية. وممكن برضو اعملها لكم ان شاء الله بطريقة الشوي علشان نجرب مع بعض كل الافكار يعني. وانصحكم بيها جدا جدا جدا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. استودعكم الله، وما تنسوش الاشتراك في القناة يا حلوين. اشوفكم على خير، مع السلامة.